مش معنى انت يعني لما بتحاول انك انت تخس وتظبط شكل جسمك بتفشل وما بتعرفش. ليه عموما لما بتحاول انك انت تحقق هدف معين وتعافر انك انت تحقق هدف بتفشل فيه؟ هل العيب فيك انت؟ لا، العيب مش فيك انت بس كل اللي انت محتاجه انك انت تركز على الخطة اللي انت حاططها لنفسك او النظام اللي انت ماشي عليه عشان تحقق الهدف ده. مشكلتك انك انت بتركز على الهدف اللي انت عاوز توصل له، مش بتركز على النظام او الخطة اللي انت حاططها لنفسك عشان تحقق الهدف ده. فلو ابتديت من دلوقتي انك انت تشوف ايه الحاجات الغلط اللي انت حاططها في الخطة اللي انت ماشي عليها عشان توصل الهدف ده، او النظام اللي انت ماشي عليه عشان تحقق الهدف ده، تشوف ايه الحاجات الغلط اللي انت بتعملها في النظام ده اللي بتخليك انك انت تقع كل مره وتفشل انك انت تحقق الهدف ده. من هنا انت هتقدر تحقق ايا كان الهدف اللي انت عاوز توصل له. خليني اقول لك ان 99.9 من علماء النفس لقوا ان الناس اللي هم بيجي لهم وبيحكي لهم قد ايه ان هم عندهم هدف بس بيفشلوا كل مره ان هو يحققوا الهدف ده، العلماء النفس لقوا ان الناس دي بيكونوا مركزين على الهدف بس، مش بيكونوا مركزين على الخطه، ايه هي الخطه اللي هم حاطينها عشان يوصلوا ويحققوا الهدف ده. فبيلاقوا ان هم في حاجات كتيره غلط بيعملوها في الخطه او النظام اللي هم ماشيين عليه عشان يحققوا الهدف ده. فشوف مثلا انك انت لو عاوز تخس او انك انت تظبط جسمك او انك انت تتعلم لغه جديده او ايا كان الهدف اللي انت عاوز تحققه وتوصل له، ركز دلوقتي على الخطه اللي انت حاططها لنفسك. شوف ايه الحاجات اللي انت بتقع فيها كل مره وحاول انك انت تصلحها، حاول تظبط النظام او الخطه اللي انت تمشي عليها عشان تحقق الهدف ده. وصدقني هتلاقي ان العيب ما طلعش فيك انت، هتلاقي بس انك انت كنت محتاج انك انت ما تركزش على الهدف كتير بزياده عن اللزوم، لا تركز على النظام او الخطه اللي انت حاططها لنفسك عشان توصل وتحقق الهدف ده. وزي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.